السلام عليكم أصدقائي، أسعد الله أوقاتكم في كل خير. أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان الخميس قيمة الحد الأدنى للأجور للموظفين والعاملين في تركيا. وقال أردوغان في تصريحات في المجمع الرئاسي إن لجنة تحديد الحد الأدنى للأجور التي اجتمعت 3 مرات خلال شهر ديسمبر لم يتم الاتفاق على رقم وسطي. وأضاف إنه سيتم رفع قيمة الحد الأدنى للأجور إلى 8500 ليرة تركية للموظفين والعاملين في عام 2023. وتابع: كما تعلمون أن لقد أجرينا رفع إضافي للحد الأدنى للأجور خلال منتصف السنة بسبب التضخم. وأشار: نحن مصممون على خفض التضخم إلى 30% في منتصف العام وإلى 20% في نهاية العام. وكان قد اجتمع أمس الرئيس التركي رجب طيب أردوغان مع وزير العمل التركي فيدات بيلجين لمناقشة تفاصيل اجتماعات الحد الأدنى للأجور. وانتهت الثلاثاء اجتماعات لجنة الحد الأدنى للأجور بين وزارة العمل واتحاد العمل بعد الاتفاق على رقم محدد للحد الأدنى للأجور، وهو 8500 ليرة تركية لعام 2023. وفي النهاية أصدقائي، وصلنا لنهاية الفيديو، وندعوكم للاشتراك في القناة وتفعيل زر الجرس ليصلكم كل ما هو جديد. دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله.